احمد ربيع في خط الدفاع، محمد العطاس، خليفه الحمادي وزايد الزعابي في خط الوسط، بينما في منتصف الملعب لدينا ريتشارد اوكونور، محمد النني. منتصف الملعب لدينا ريتشارد اوكونور، محمد النني، بينما في المقدمه لدينا كيبانو ورامون ميريز. هذه الاسماء التي يبدا فيها سيد عموته، نفس الاسماء. كرة اللعب لصالح فريق نادي الجزيرة، كرة من النني يرسل لك كرة على الجهة اليسرى، يا سلام، أكثر فيها لاعبا في موسم 2001 حتى موسم 2003، مسيرة حافلة بالمحطات على مستوى التدريب. درب اتحاد الخميسات، طبعا مسقط رأسه هناك الخميسات، اللي حقق معه كلاعب وصافة الدوري للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي، وتأهل معه أيضا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي. بعدها ذهب للفتح الرباطي اللي طبعا كمدرب قاده طبعا للتتويج والصعود الى دوري الدرجه الاولى، وبقياده كان لاعب طبعا، وبقيادته ايضا حقق كاس العرش. عديد من الكرات بالراس، النني يطلب الكره، ولكن هنا عرضيه خطيره بتمر امام النني، خطيره مبعده من امام النني الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب، مبعده من المدافع في اللقطه الماضيه سالم سليمان، يبعدها الى خارج ارضيه الملعب. حلوه حلوه حلوه، لو وصلت للنني لكان ممكن يكون فيها كلام ثاني، لكن ايضا جميل اليقظه من سالم سليمان. كره ترجع من جديد، محاوله عرضيه من جديد لمصلحه فريقنا الجزيره، يريد ان يبدا ضاغط، ممكن خطير كيبانو، يا سلام، خطيره تسديده من النني، حلوه كانت من النني. الكره مرت الى خارج ارضيه الملعب، مرت الى خارج ارضيه الملعب، يا سلام على تسديده جميله. شوف المساحه كانت امام النني مفتوحه تماما، وبالتالي جرب حظه والكره تطلع الى خارج ارضيه الملعب. هذا هو الذي بدا ناشئا، يعني تخيل، يعني الجهاز الفني لفريق كوريا الجنوبيه او لمنتخب كوريا الجنوبيه كان مكون اكثر من 80. يرسل كره داخل منطقه الجزاء، هناك صافره، خطا لصالح محمد النني في اللقطه الماضيه، خطا لصالح محمد النني. من الاسماء اللي دخلوا طبعا هم ماسكين ايادي اللاعبين ايامها، طبعا في 2001 واجه الاهلي ريال مدريد. من الاسماء كره عرضيه عاليه بالراس، يهيئها النني، خطيره، ممكن جول. الله الله الله، يسجل محمد ربيع، محمد ربيع يعيد ربيع الجزراوية مرة أخرى، ويسجل هدف التقدم من كرة راسية، من صناعة جميلة كانت براسية خلفية من محمد النني، وصلت لمحمد ربيع، سجل من خلالها هدف المباراة الأول. محمد ربيع يسجل الهدف الأول لفريق نادي الجزيرة. إذا يتقدم الجزيرة في اللحظات الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. شوف الراسية كانت خلفية من النني، بعد ذلك أيضا راسية من محمد ربيع اللي كان بدون رقابة في اللقطة الماضية استطاع الوصول لمرمى فريق نادي العروبة بعد أن صمد طويلا، ما بعد أن قاتل كثيرا في شوط المباراة الأول. الجزيرة أخيرا يفتتح الموسم عن طريق محمد ربيع، يسجل أول أهداف الجزيرة في هذا الموسم ويحتفل بطريقة. يرسل كرة على شكل ركنية، هذه كرة أمامية، محاولة لكن أقرب محمد النني، أعادها مرة أخرى لاعبي فريق نادي الجزيرة. النني يفكر في التسديد، هيئ لك كرة لكيف الحمادي، كرة بتمر. وهكذا سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، حكم المباراة يطلق صافرة النهاية، نهاية شوط المباراة الأول بتقدم. إضافة إلى حكام الفيديو أحمد حسين بلال، وكذلك ياسر سبيل المرشدي. بداية شوط المباراة الثانية أيها السيدات والسادة متابعينا مشاهدينا عن هدف التعادل بالنسبة لفريقنا للعروبة. عرضية بالراس ما زالت خطيرة، عرضية ما زالت ساقطة أمام مرمى علي سيف، بتتخلص وعادت لبيتريتشو، عرضية ولكن أيضا النني يتدخل، والمطالبة بوجود لمسة يد، المطالبة أوقف اللعب لهذه اللقطة تحديدا. هذه خذ هذه هل فيها لمسة يد؟ هل فيها لمسة يد على محمد النني؟ راح نشوف.
في اللقطة الماضية لكن الكرة خسرها وأصبحت الآن لصالح فريق نادي الجزيرة. كرة اللعبة أمامية تعود لمحمد النني. محمد ممتازة يلعب الكرة لبرونو، تعود لمحمد النني في وسط الملعب. عودة بالتعادل من هنا سيكون مكسب كبير. هذه كرة عرضية بالراس ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حولها مدافع فريق نادي الجزيرة إلى ركنية أخرى. سلام إن شاء الله لمحمد النني. سوى طبعا يعني كرة القدم، وهناك أيضا يعني نساء صغيرات. كيبانو يرسل كرة عرضية عالية، محاولة أيضا تتخلص من لوكاس. مازينجا، زاباتا على الجهة اليمنى، زاباتا يمر الكرة ممتازة للنني. محمد النني ما زال يحاول الكرة مع كيبانو على الجهة اليمنى، يحاول يتخلص. صافرة وخط. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، حكم اللقاء ينهي مجريات الشوط الثاني والمباراة بانتصار جزراوي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة كانت صعبة وكان في